سلام الأحرار على فخامة الشعب الجزائري العظيم، سلام الأحرار على كل حر فوق هذه المعمورة، مهما كان شكله، مهما كان لونه، مهما كانت لغته، ومهما كان دينه. المهم أنه مع الحق ضد الباطل، المهم أنه مع المستضعفين وضد الظالمين. الزول خوتي، نحن نمر بمرحلة خطيرة جدا. نحن نمر بمرحلة حساسة جدا في صراعنا ضد العصابة الحاكمة للجزائر، يعني في المعركة الصغرى لنعتبرها الآن هي معركة صغرى، وأيضا مرحلة حساسة جدا في المعركة الكبرى لحق ضد الباطل، وهي على المستوى العالمي. قادرة تبدأ من محاور إقليمية. مثلا إقليميا نتكلموا على شمال إفريقيا، خلينا نقولوا أنه العنصر العدائي اللي ما بين المغرب، النظام المغربي والنظام الجزائري، اللي رايحين يحاولوا يصبوا عليه الزيت. المسألة الأكبر شوية في الأمة نتاعنا وهي المسألة الفلسطينية وبيت المقدس، بيت ثالث الحرمين. المسألة اللي كثر شوية وهو الجنوب ضد الغرب، الجنوب العالمي ضد الغرب، يعني الناس اللي حابة الإنسانية وحابة متضامنة مع الإنسانية. وكي نقولوا الغرب، سكان الغرب أيضا، سكان الغرب هذو اللي قاعدين يتظاهروا منذ 2023 مع الشعب الفلسطيني، وقاعدين يدخلوا للحباس، وقاعدين يتنحوا من العمل نتاعهم، وقاعدين وقاعدة تمارس عليهم ضغوط. الكثير منا حنايا لم تمارس عليه. هو فقط نقدر نقول لك انه مثلا انا واحد من الناس عايش في كندا، لحقتني الكثير من الممارسات الارهابيه من طرف الصهاينه، لكن خليني نقول لكم انه الناس اللي هم كنديين بيض، كنديين مسيحيين، وكنديين خاصه ما همش مدينين، هادو لانهم اصبحوا كثر غطاو علينا حنايا. واش معناتها؟ هما يقول لك يمشيوا بالاخطر ثم الاخطر. بالنسبه ليهم انايا كي نخرج ندافع على فلسطين، بالنسبه للكنديين البيض والمسيحيين، يعني الشعب الكندي، فهذا شيء عادي، لاني انا هذوك من المله نتاعي، يشبهوا لي، يتكلموا نفس اللغه نتاعي، فهذا شيء منطقي. اما انه يخرج واحد مسيحي او واحد ما عندوش ديانه، او واحد ابيض، واحد يهودي يخرج ضد اسرائيل، فهما يبداو السعب اليهود اللي واقفين مع القضيه الفلسطينيه، ومن بعد يروحوا للمسيحيين، يروحوا للادينيين باش يلحقوا لينا. انا في البدايه بداو عقابي القضايا، وليت ما نحسبش، كل يوم عندي ويسي جيستيس يجيب لي في القضايا. الان تقريبا راه غفلوا عليا شويه، لاني اصبحت ربما في المرتبه 100 وبالك ال1000. هل هذا من لطف رب العالمين؟ نعم، كل حاجه يديرها لك رب العالمين هي لطف من عنده. وقلت لكم مسألة الحق ضد الباطل اللي هي أكبر. في هذه المراحل رايحين نشوفوا حوايج، فهنايا راح تكون رسالة واضحة لخوتنا الحراكيين والحراكيات، لأنه اليامات الجاية، كي نقول لكم اليامات الجاية ما نوليش نحكي لكم بالحكاية نتاع الأسابيع والأشهر، لأني قلت لكم رانا نعيشوا في الوقت اللي اليوم فيه راهو بسنة. في الأيام القادمة ماذا سترون؟ سترون أناس بداوا يخرجوا. شكون هما؟ المرجفين، المنافقين والقوادين. شكون هما؟ رايحين تشوفوا مثلا إعلاميين أو ما يسمى إعلاميون، رايحين تشوفوا ما يسمى إعلاميين في الجزائر، رايحين يبداو يخرجوا زعما كما قال بن عمار، حفيظ الدراجي، مع هذيك، ويوليو زعما يكريتيكيو الوزراء ويكريتيكيو المسائل اللي الآن قاعدين يشيتوا لهم. هذه الظاهرة الأولى. رايحين تشوفوا رجال الدين نتاع الحكام، جماعة لا خروج عن الحاكم وجماعة أيضا لا تقلق، رايحين يوليو يخرجوا لكم ويقولوا لكم رئيس البلدية لازم يدير، ويبداو زعما يطلعوا في الحس. رايحين تشوفوا بغلمانيين، حين يبداو يخرجوا زعما ويسائلوا ويرفعوا الصوت ويقولوا لهم مثلا يا سي الوزير، الشعب راهو ماهوش راضي. ومن بعد كي الشعب يروح يجيب حقه زعما وكدايا، يولي هذا البغلماني وزير، كما هذيك المحجبه هذيك اللي الا لعنه الله عليها. باختصار رايحين يخرجوا هذه النوعيه لانهم عندهم في الدماغ النفاقي، عندهم من الذكاء النفاقي ما يخليهم يعرفوا باللي الكورون اي قاعده تعوم في هذه الجهه، فيبداو يسرفيو على الكورون هذه. الى كل حراكي وحراكيه، اذا مش امنتوا فيهم وصرفقتوا عليهم وشجعتوهم، إذا لم تحاربوهم فنحن دراويش، إن لم يحاربوا محاربة العدو فالأحسن منا أننا ندخل إلى الغيران تاعنا ونريحوا. هادو يجب أن يكونوا أول من يعدم
عندما يتحكم الشعب ويتحكم القضاء. على فكرة قاعد نشوف في ناس قاعدين يقولوا لي عماد قاعد تهضر كيفاش نعدموهم. كي نقول نعدموهم في الساحات العمومية وموش حنا اللي نحكموهم ونعدموهم. يا ناس احنا هضرنا، والصبر اللي خلانا اليوم يتبزق في هذه الوجوه ونتضربوا ويتعدى علينا ويتعدى على امهاتنا وابائنا وحنا صابرين. ما تجيش تقول لي دركا عماد شبيك قاعد تحرض على العنف. احنا قلنا انه السلميه هي السلاح النووي نتاعنا، لن نتنازل عليها. بصح السلميه وشن هي؟ السلميه انه الرصاص اللي يتشرب مال الجزائريين ما يقتلش الجزائريين. كي نقول الجزائريين الشعب العادي، وكذلك الشرطه والجدارميه والجيش عساكر هذوكا. لماذا؟ لاننا نعتبرهم عفوا عن الكلمه هم مجرد كلاب قاعدين يهضروا على الخبزه. عندما تصل الامور الى الامور اللي تعرفوها يحصل كما يديروا كما داروا جماعه مادورو، ورغم انه فرق كبير بين الحكم نتاع مادورو والحكم نتاع العصابات تاع الجنرالات. اذا عندما نقول نعدموهم في الساحات العموميه هو انهم مع يتحكم الشعب يجب ان يوضعوا في السجون، والقضاة اللي يعينهم الشعب هم اللي يحكموا عليهم، والحكم يجب ان يكون مشدد ومشدد جدا. لازم نكون مشدد ومشدد جدا. واذا حكمت الامور نعم انا مع اعدامهم في الساحات العموميه ليراهم الشعب ويراهم ايضا من سيحكم الشعب من ورائهم، حتى وهما متخيرين من عند الشعب، باش يعرفوا انه الزمن انك تفعل اي شيء زمن لا محاسبه قد ولى. هذا هو الاصل في الامور. من جهه اخرى رايحين يخرجوا لكم نوعيه الحراكيين تاع اخر ساعه، واللي رايحين تشوفوهم ولاو يبانوا بزاف في لي ريزو سوسيو، ولاو يبانوا في التلفازات نتاعهم ويخرجوا زعما يهضروا بشجاعه. هادو اللي ما تعرفوهمش قبل 22 فيفري 2019 هادو هاي عيني اللهم اني بلغت. غدوه ما تجيوش تقولوا لنا لا للتخوين ولا لي كذا ولا لي كذا. غدوه اللي يقول لنا لا للتخوين ولا لي كذا نقول له انت درويش، جبد روحك ليه انت درويش. على فكره لازم تعرفوا اننا رصان كابويا. واش معناته هذا الكلام؟ معناته انا ماناش رايحين نخليوكم زعما نقلقوا زعما منكم ونقولوا هذا شعب ما يجبش الواحد يحارب عليه وكذا ونجبدوا رواحنا، او هذه يكونوا متنيين منها. احنا رانا باقيين لكم، احنا رانا باقيين حتى اللي راح يخيرهم الشعب رايحين نبقاو نعسوا فيهم، فما بالك بنتوما. اذا الان هنايا ليميز الله الخبيث من الطيب. نحكي لكم حكايه هكا في السيره النبويه باش تعرفوا انه اللي حصل لنا في 6 سنين هذه بركه. ما نحكيش على قبل 6 سنين، لانه قبل 6 سنين هذيك تاع 22 فيفري 2019 العباد اللي راهم حراكيين اليوم نقدر نحسبهم لكم على اليد الوحده. اللي كانوا قبل 22 فيفري 2019 نقدر نحسبهم لكم على اليد الوحده، يد وحده مش على زوج، يد وحده. المراحل اللي مر بها الحراك من 22 فيفري 2019 كما قلت لكم، الثوره نتاعنا هذه البيضاء جات من الطاف رب العالمين، انها جات العكس نتاع الثورات الاخرى. واش معناتها؟ الثورات الاخرى يعني في المعارك الاخرى تبدا قله، يبدا انسان وحده، نبي وحده، خلي ديما نهزوا النبي تاعنا، بعد يلحقوا به الصديقين، ومن بعد يضحكوا عليه، ومن بعد يكذبوه، ومن بعد يخرجوه، ومن بعد يحاصروه، ومن بعد يقاتلوه، ويجيو معاه الناس. تبدا القله هذيك تزيد حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. حنايا حتى جاب ربي اذا جاء نصر الله والفتح، ودخل الرسول من ابواب مكه كامله في يوم الفتح، واصبح من كان يحاربه ويطارده ويجوعه ويظلمه هو واصحابه اصبحوا يدخلون للبيوت كالجردان. لماذا مر النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا علاش العكس في ثورتنا؟ حنايا بدات ب 22 فيفري، ما بداتش قله. هي القله كانت تستخدم قبل 22 فيفري 2019، لكن عندما انطلق الشعب الجزائري، عندما انطلق فخامه الشعب الجزائري العظيم، انطلق في 22 فيفري 2019 وعمل المفاجاه. ومن بعد جات هذيك اليامات او الجمعات اللي مورا 22 فيفري 2019 وكانها بدات بالفتح. وعندما الفتح كيتخلد النبي عليه الصلاه والسلام وش قال له رب العالمين؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بداو هذوك يخرجوا الأفواج، مربحوا
مربحوا. هما هل هادوك من الصحابه؟ نعم من الصحابه، بصح هادو الصحابه كي مات النبي فيهم بزاف اللي ارتدوا. في اخر وقفه عرفه تاع النبي كان 100,000 صحابي هكا يقولوا العلماء، لكن هادوك الصحابه اللي كانوا في الوقفه نتاع عرفه هذيك الكثير منهم هما اللي ارتدوا. كاين اللي رجعوا، لكن كاين اللي قتلوا على الكفر. فهمتوني؟ ثم يوم الفتح نتاع النبي هو احنا 22 فبراير 2019، بينما النبي كانت الظاهره نتاع الحق تاعو من 1 الى يوم الفتح، حنايا بدات من يوم الفتح الى القله القليله اللي قاعدين تشوفوها واللي بقات ثابته. لكن بماذا مروا؟ هل مروا بنفس المراحل اللي مرينا بها احنا؟ هي يا اخي دخلونا عن طريق المرض، حاصرونا في الاول، وقبل ما يحاصرونا خرجوا لنا حكايه الزواف، حبوا يقسمونا. كي قسمونا كاينه اللي بقات ثابته، ومن بعد كاينه اللي شراوها، ومن بعد كاينه اللي خوفوها، وهادو بكل ما تقدرش انت تمن فيهم. واش حصل في هذا الامر؟ واش حصل هذا الامر بكل؟ حصل ما يسمى بالتمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب. كتاش صارت هذه الحادثه؟ كي تهزها في وقت النبوه، وكتاش صارت في معركه احد. معركه احد صراو فيها دروس كبيره، من بين الدروس أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرجوا معاه 700، هربوا رجعوا للمدينة 300. قد غرهم أولئك دينهم المنافقين. وهنا نزل رب العالمين الآية اللي قال لهم ليميز الله الخبيث من الطيب. زاد الحاجة الأخرى الروماة. شوفوا الدروس في معركة أحد. الروماة اللي خلاو الأماكن نتاعهم غلطوا ولا ما غلطوش؟ ماهيش غلطوا، هما اللي أداو بالكارثة أنه المعركة كانت للنبي وأصحابه، لله وللنبي وأصحابه، أصبحت المعركة للعدو. لكن رب العالمين وش قال على الروماة؟ هل الروماة حنايا نقدروا نقولوا باللي هذوك غالطين وعصاوا النبي؟ لا. أو قال له ربي في الآية كي نزلها له قال له غفر الله عليهم، قد غفر الله لهم، وقال له استغفر لهم أيضا. ومنه وش تعلموا منها لا ديسيبلين، الثبات. حنا وش نهزوا منها درس؟ كاينين ناس حراكيين خلاو بلاصتهم، حراكيين خلاو بلاصتهم، بصح ما خانوش، بصح ما خرجوش يسبوا في الحراك، بصح ما خرجوش يقولوا الحراك فسد، ما خرجوش يطعنوا في الحراك، ما خرجوش يقولوا في امور على الحراك ولا يقولوا خرجنا على الخط، ما خرجوش يقولوا والله ما كاركم تقولوا مخابرات ارهابيه. هذه الامور كلها تخلينا نتعلموا من احد. رب العالمين مررنا بالمرحله هذه اللي قلت لكم انايا من 21 من 2022 حتى لليوم هي المرحله الذهبيه نتاع الحراك نتاعنا. ومنه تعرفوا علاش هي مرحله ذهبيه؟ لهذه الاسباب، لانه رب العالمين عطانا الخير اننا اصبحنا ميزنا بين الخبيث والطيب، او كما قالها باباهم ليتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود، في قالها لهم هكذايا، اتضح لكم شكون اللي خانوا. وهنايا واش حصل؟ أصبحت حاجة اسمها الراديكالية عند النبي عليه الصلاة والسلام. علاش؟ لأنه رب العالمين اللي بعث للنبي نتاعو بالراديكالية واش قال له؟ قال له لا تصلي عليهم أبدا، قال له ما تصليش عليهم. تسمى كون يخرج غدوة واحد من الحراك يقول لك ها جماعة لازم نقبلوا الناس بكل كدايا، أنايا بالنسبة لي هو بعد يجب أن يتجبد. هنايا بعد معركة أحد هنا تعرفوا حاجة، أنه الراديكالية عند النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يغفر كل شيء، يعفو على كل شيء، يدير كل شيء، خلصت، قال خلاص الآن هكذا وهكذا. وعلى هذه كنت نقول لكم ربي ومررنا بالمرحلة هذه باش يميز الخبيث من الطيب. وها وش فعلنا رب العالمين؟ نرجعوا لمعركة بدر والدرس اللي جاء منها، لأنه كل معركة وكل غزوة تاع النبي تقدر تهز منها أمور كبيرة. معركة بدر جات 14 سنة بعد البعثة، 13 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام محقور ومظلوم وكذا وكذا وكذا، لدرجة عم بالكم الهجرة للمدينة قداش كانوا يمنوا بالنبي ولا ما عم بالكمش؟ نعطيها لكم المعلومة لأنكم ستصدمون. خرجوا معاه تقريبا في التسعينات، اعطيوني الرقم الحقيقي خوتنا، يعني ما نحبش نذكر الرقم ماهوش غلط، بصح راني في التقريب. خرجوا معاه من مكة 90 عبد، وكانوا أصحابه اللي هاجروا للحبشة 80 إنسان، الكل بالك لا يتجاوز 180 شخص.
اللي كان فيهم عبد، اللي كان فيهم كذا، الأطفال ومعهم النساء 180. صدق أو لا تصدق. إذا ما صدقتهاش شوف العدد نتاع بدر. عدد بدر ما كانش 213. وهنايا كي تجي نازل من أحد إلى بدر. وش معناته هذا الكلام؟ هنا راك تشوف حنايا كنا في الطلوع، حنايا الرسول كان في الصعود وحنا في النزول. حنا هبطنا ب 22 فيفري في 2022 2023 لليوم رانا نتحسبوا على اليدين الناس الثابته. يعني ما نهضرش على خاوتنا اللي في الجزائر، هذوكا داروا اللي عليهم وكثر. يكفي أنهم سجنوا عدة مرات في سجون العصابة، وعندما تكون في السجن داخل سجن فأنت في كارثة. يعني ما نهضرش خلاص على خاوتنا الحراكيين اللي في الجزائر، هنا تهضر كاينة ناس عايشة برا. أنايا كاين هذاك الكلوشار الدكتور هذاك اللي سرقني في 2 ملايين دولار، اللي اسمه سامي، اللي سرق لي إبيليس كامل. هذاك ما يدخلش للجزائر خلاص، وراحوا ليه المخابرات وشراوه وخانني وعادي خلاص، وهو ما يدخلش للجزائر. باش تشوف برك الى اي درجه شفنا العباد وين نزلته. هو دكتوره سما عنده في الدماغ، ماشي واحد كابو صباع كان ممن بالقايد صالح. صارت الامر العكسي. في بدر كانوا 213. علاش 213؟ لانه هذوك ال 180 تقريبا اللي هاجروا مع النبي محي منهم النساء والاطفال وكذا، وجيب الانصار هذوك على راسهم سعد بن معاذ وكذا، وهما تقريبا هذوك بالك 80 وهذوك بالك 100 وحاجه، 100 وحاجه، وداروا هذيك ال 213 وخرجوا. لكن واش حصل في بدر؟ فاز النبي، ربح النبي، جاه النصر، صح ولا لا؟ لكن حصلت حادثه اللي هي انه عندما انتصر وبداو يهربوا قريش، كي ماتوا القاده نتاعهم ابا جهل وكذا، كي بداو يهربوا النبي بعبقريته العسكريه دار خطه ثلاثيه. الخطه الاولى الثلث نتاع العسكر يلحق الناس ويطارد الناس ويحكم اسرى. الثلث الثاني قال لهم تعسوا الثغور كشما واحد يخرج من الظهر كيما اللعبه نتاع احد اللي دارها خالد بن الوليد. والجزء الثالث او الثلث الثالث امر النبي عليه الصلاه والسلام باش يلم الغنائم. وفي ذلك الوقت يعني في الجاهليه العرب وكذا كان اللي يقتل الانسان يغنم واش عنده، كان هذا هو الكود. كنت انت يا تبارزني نتقاتلوا نقتلك، نهز الدرع نتاعك نعريك ندي لك قشك ندي لك فرسك ونروح ندي مرتك. هكا كانت في الجاهليه. خلاص كي رجعوا الصحابه هذوك جابوا الاسرى معاهم وجابوا كذا، هذوك الصحابه قالوا لهم ما نقسموش معاكم الغنائم، حنا اللي لمينا الغنائم نتاعنا. تعاركوا الصحابه على جال الغنائم، ماشي الغنائم نتاع كسرى وتاع الاخر، الغنائم تاع قريش، ذرع وسيف وبلك جمل او فرس. واش قاعد نقول لكم، واش حاب نوصل لكم بالحكايه هذه، خذوا منها العبره مليح. شكون هما الناس هذوما 213؟ شكون هما احسن من مشى على هذه الارض بعد النبي عليه الصلاه والسلام، لدرجه انه واحد من الصحابه ما نذكرش الاسم، لا اذكره، ماشي ما نذكرش الاسم لاني لا اريد ان اذكره، لا اذكر الاسم ما يحضرنيش، قال فسدت اخلاقنا في يوم بدر. فسدت اخلاقنا في يوم بدر. هادو اللي تعاركوا على جالة الغنايم هم اصحاب بدر. عم بالكم اصحاب بدر واش قال لهم النبي؟ قال لهم افعلوا اهل بدر ما شئتم فقد غفر لكم. حب يقول كون يخرج واحد من اهل بدر ويدير المعصيات اللي خلق ربي بكل بعد بدر مغفور له، ما عدا الشرك، هذه ما فيهاش كلام. هاد الناس وقيمتهم وتعاركوا. واش بعث لهم النبي في سوره واش قال لهم رب العالمين يعاتبهم في سوره الانفال في معنى الايه؟ قال لهم تتقابضوا على الانفال هي الغنائم، قال لهم قل الانفال لله ولرسوله. هذا وش هو الدرس منه؟ قال لهم يلوم فيهم، قال لهم يا ناس ما يكونش في معركه الدنيا، يكون في معركه الحق ضد الباطل. تسمى اذا جاي على جال غنيمه ماهيش بلاصتك هنايا. وهنايا في هذه المرحله انا نقول لكم الحراك نتاعنا في معركه بدر. بعد نقول لكم ونوصل لكم الرساله انه اللي جاي من اجل غنيمه واللي جاي من اجل حاجه كما خرج عليها في 22 فبراير 2019 اي ماهيش بلاصتك، ليس مكانك. واذا كنت تريد شيء اخر فاعلم اننا سنكون في المرصاد لك،
بالراديكاليه تاع ما بعد احد، لاننا حنايا تعلمنا بالعكس نتاع السيره نتاع النبي الكرونولوجيه، يعني بدينا من الفتح وجينا اللور. او تقدر تهزها من بعد وفاه النبي وكي وصلت انه ابو بكر عندما رضي الله عنه كي يبعث جيش اسامه خاف انهم يدخلوا له للمدينه لانهم كانوا في قله. شفت واش صرا؟ تقدر تاخذها بالكرونولوجيا الاخرى في عهد ابو بكر خاصه، حتى وصل انه رجع جيش اسامه وبعد خالد بن الوليد بدا يربي في هذوك. هكذا كان حنايا نقدروا نهزوها بالكرونولوجيا، بصح كنت تهزها نتاع النبي تبدا من الفتح وتهبط. الدرس الثاني راح يخرج واحد يقول لك حراكيين هادو ماهمش متفاهمين في بعضهم ماهمش متفاهمين كدا، ويتعاركوا ويديروا ويتقابضوا كدايا. علاش جبت لكم الحكايه هذه تاع الانفال في معركه بدر؟ نساو الغنائم. شوفوا للناس اللي تعاركت على الغنائم في معركه بدر، هم خير الناس بعد النبي اللي مشاو على الارض عليه الصلاه والسلام ورضوان الله على الصحابه. هم خير الناس 14 سنه وهما يترباو على يد النبي عليه الصلاه والسلام. 14 سنه وهما يترباو على النبي عليه الصلاه والسلام، وتعاركوا ما بين بعضهم على جال غنائم درع وسيف. فاحنا كحراكيين من نحن حتى تجي تقول لي ما كنتش متفاهمين مع بعضاكم انتوما كذا، انت هذا كيتعارك مع هذاك وهذا كيتعارك مع هذاك وهذا كيتعارك. وعلاش حنا جينيرالات كي نتعاركوا البلاد تطيح؟ هنا تعاركنا هنا برك. هذه نهضرها للحراكيين اللي تدخل في دماغهم الحراكي او الانسان هذاك اللي حاب بلادو تحرر ويقول له والله المعارضه هذه داروا في بعضهم لانهم بشر في الاخير وما همش احسن من الصحابه. والصحابه زيد لك من بعد ذلك وقفوا له امام الشجره قاعد الاخر يقول له يا قوم فلان، والاخر يقول له قوم فلان، قال لهم النبي دعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم. النبي قاعد يربي في صحابه بعد تقريبا في هذيك 19 ولا 20 سنه من البعثه، 20 سنه وما يترباو على يده. هذا هو البشر الصحابه اللي بعد 30 سنه وهما متربيين على الاسلام داروا معركه صفين. على هذه نقول لكم المبدا وشنو هو؟ المبدا انك خليك من الانفال، خليك من الاخر تعارك مع تعارك، خذ انت برك طريق الحق، بصح كون راديكالي وما تكونش درويش. اللهم اني بلغت فاشهد. سلام الأحرار.